الحمد لله أنا في الجزائر في مدينة وهران. الحمد لله الجزائر الحمد لله دولة سنية ما شاء الله. أنا في المسجد الكبير مسجد عبد الحميد بن باديس. شوف ما شاء الله باب الزبير بن العوام عنه وأرضاه، والباب الثاني عن آل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. شوف الحمد لله الجزائر سنية، الله أكبر. شوف ها قال لك نحن نبغض آل البيت. شوف سبحان الله، أبو عبيدة بن الجراح هناك، علي بن أبي طالب وأرضاه، وهنالك هذا مسجد جميل جدا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله جزاهم الله خير. هذا مسجد ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف 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 ما شاء الله. فهذا المقطع يبين أن الحمد لله هذه النعمة عندما تكون في بلد فيها السنة، أهل السنة أهل التوحيد ما شاء الله. شوف الزبير بن العوام، فيه باب آخر عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، عن أبي بكر وعمر. الله أكبر، تحس بالراحة. الله أكبر، الصحابة رجال جزاهم الله خير، جزا الله الدولة الجزائرية خيرا. هذه تبين كما أقول لك الآن الطفل يأتي شوف اسم الزبير بن العوام الصحابي، ها ما شاء الله، تربية الناشئ أو الأطفال حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، زكاهم الله مدحهم الله. ثم يأتيك زنديق من الزنادقة وخبيث من الخبثاء، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، يطعن في الصحابة، بل عرف عنهم الطعن المسلمين في الدهر. المنافقين نعوذ بالله من ذلك منهم ونعوذ بالله منهم، حياكم الله.